السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة من جديد، واليوم ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضر معكم كاشير منزلي بالدجاج، كيجينا لذيذ بزاف وصحي احسن من الجاهز. واذا تابعوا معايا طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو للتحضير ديال هذا الكاشير. وكيف ما كتشوفوا معايا على بركه الله في التوابل، عندي هنايا واحد الملعقه صغيره ديال القزبر يابس، ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، راس ملعقه ديال الفلفل الاسود، واحد الملعقه كذلك ديال البودره ديال الثوم، وعندي هنايا ملعقه ديال الفلفل الاحمر. عندي الملح حسب الذوق، هنا درت واحد نصف ملعقه صغيره. عندي هنايا واحد ضامه البنه كنور، نصف ضامه البنه ديال الدجاج. عندي هنايا الهريسه واحد الملعقه صغيره. عندي هنايا الزيتون. عندي 3 ديال الفرماجات مع واحد ربعه عفوا 3 ديال المعالق ديال الفينو دقيق القمح الصلب اولا نصف كاس ديال العنبه، وكذلك مع واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون مخلطه مع الزيت النباتيه اولا نصف كاس ديال العنبه. عندي 2 ديال البيضات، وعندي تقريبا واحد 150 غرام ديال صدر ديال الدجاج. واذا على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. كيف كتشوفوا معايا هنايا خديت هنا هذا الاناء هذا المكسور ديال العصا اللي غادي نطحن فيه. الا كانت متوفره عندكم طحانه ديال الكفته من الاحسن، الا ما كانتش متوفره ممكن تستخدموا هذا اللي استخدمت انا، اولا ممكن تاخذوا الدجاج وديروه ما بين 2 ديال البلاستيكات وتبقاو هكذا تخبطوا فوقه اولا بشي مدلك هكا ولا شي حاجه حتى كتصايبوا كفته ديال الدجاج. وكيف كتشوفوا انا خديت الطريفات ديال الدجاج اللي عندي وضعتهم هكذا في هذا الاناء، وغادي نحاول نطحنهم هكذا بهذا الطحان الكهربائي اللي كتشوفوا معايا. نحاول معاهم هكذايا حتى نطحنهم كيف كتشوفوا بهذا الشكل. كيف ما سبق لي وذكرت، الا كانت متوفره طحانه ديال الكفته اولا ما يماثلها من الاحسن. وصافي كنستمر هكذا كيف كتشوفوا حتى هذا كيطحن، نطحن به الدجاج ديالي هكذا كيف كتشوفوا. ومن بعد كنبدا نضيف في باقي المكونات. اول حاجه غادي نضيف الزيت اللي عندي، جوج ديال البيضات حتى هما كنضيفهم، وكنخلط هكذا واحد شويه. عاد كنبدا نضيف في المكونات الاخرى. دابا غادي نضيف هكذا الفرماج اللي عندي، 3 ديال المثلثات، اي نوع ديال الفرماج ممكن تضيفوه. وغادي نضيف كذلك التوابل اللي عندي، ونضيف الملح والملعقه صغيره اللي عندي ديال الهريسه نضيفها حتى هي. الا كانت كتعجبكم، ما كانتش كتعجبكم ممكن تستغناو عليها وما ديروهش حار. وصافي كنبدا نطحن هكذا في هاد المكونات عندي هكذايا كيف كتشوفوا حتى كيتجانسوا ليا هكذا مزيان، وكنحس بهم انهم طحنوا. كنبقى نحاول معاهم حتى كيتطحن ليا هاد الخليط هذا ديالي كامل. ودابا غادي نضيف 3 ديال المعالق اللي عندي ديال دقيق الفينو. ممكن تضيفوا الدقيق الابيض، ممكن تضيفوا السميده الرقيقه اللي متوفر عندكم. ودابا غادي نضيف نصف مكعب اللي عندي ديال ضامه البنه ديال الكنور هكذا حتى هو. وكيف شفتوا خلطت بالمعلقه باش نساعد شويه هذا الطراب الكهربائي. ومن بعد كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها عاوتاني حتى كنحس بالخليط ديالي ولا عندي خليط متماسك مع بعضياته. ودابا غادي نضيف الملون الغذائي هكذا كيف كتشوفوا، ضفت واحد 3 ديال القطرات وغنطحن من بعد. الا كان متوفر عندكم الملون الغذائي ممكن تضيفوه، ما كانش متوفر ممكن تستغناو عليه وتخليو الخليط باللون ديالو. حنا كنضيفوا اللون باش يجينا زعما قريب الكاشير اللي كنشريو جاهز. وكناخذ هكذا ورق ديال الزبده كنفرشو هكذا كيف كتشوفوا. نديروا ورق الزبده من الاحسن هو صحي على البلاستيك، الا كان متوفر احسن ورق الزبده هكذا اللي استعملت انا. وكنبدا هكذا نفرغ في الخليط ديالي في هذا الورق كيف كتشوفوا حتى كنفرغ الخليط ديالي كامل
كيف كتشوفوا اللون اللي درت ليه، كنبقاو نزيدو في الملون حتى كنحصلوا على اللون اللي بغينا. وصافي هكذا كنبدا نسرح فيه هكذا كيف كتشوفوا بالملعقه هكذا، كنسرحوش بزاف غير شويه باش نوضعوا في الوسط ديالو الزيتون بهذا الشكل. ودابا غادي نبدا نستف الزيتون ديالي هكذا بعشوائيا باش يجينا في الوسط كيف كتشوفوا بهذا الشكل. ودابا غادي نبدا نلف هكذا في هذا الكاشير ديالي مع الورق، ونحاولوا عليه هكذا بشويه حتى كنلفوه على الشكل ديال الكاشير هكذا غير بشويه. كيف كتشوفوا كنبدا نجيب الجوانب بجوج على بعضياتهم هكذا، ونبدا نصايب فيه هكذا، وانا كنبعد في الورق ديالي هكذا، وفي نفس الوقت كنبقى هكذا ندير في الجوانب باش ما يخرجش ليا منهم حتى هما، كنزير عليه من الجوانب باش يتاخذ لي الشكل ديال الكاشير. نبقى هكذا محاوله معاه حتى كنلفو على الشكل ديال الكاشير بهذا الشكل هذا. وصافي دابا كنلوي ليه الجناب ديالو هكذا مزيان كيف كتشوفوا باش ما يتحلش ويخرج لينا الخليط ديالنا. كنلويو الجوانب بجوج بحال هذا الشكل هذا مزيان، كنديرو هكا بحال كنصايبو في شي بونبون ولا شي حلوه هكا. ودابا غادي نعاود نلفو مره اخرى في الالومنيوم هكذا في واحد تقريبا واحد يكون بحال ملفوف على جوج مرات هكذا كيف كتشوفوا بحال هكا. كنلفو مزيان باش يطيب ليا وما الورق الا درناه منه البخار غادي يتقطع. نديروا الالومنيوم ومنها يطيب. الالومنيوم كيساعدوا على الطياب كياخذ سخونيه. وكنلفو حتى هو بنفس الشكل هكذا من الجوانب كنزير عليه. ودابا غادي نجيب هكذايا هكذا هاد الاعواد هادو غادي نبدا نتك فيه هكا ولا نتقبو هكا، ندير فيه هكذا تقيبات صغار غير شويه هكذا باش يدخل لينا ليه الطياب. صافي. وهنايا كناخذ هكذا هاد الخديمه اولا البرمه كنكون درت فيها الماء يسخن حتى كيبدا يطلع ليا البخار ديالها كيف كتشوفوا بحال هكا. عاد كنحط فيها الكاشير ديالي بهذا الشكل هذا حتى كيكون طلع البخار. كنديروا فيها كميه مهمه من الماء وصافي كنغطيو عليه وكنخليوه تقريبا واحد 45 دقيقه. عاد كنطفيو عليه حتى كيكون كنقيسوه كنصيبوه قصاح عاد كيطيب. ومن بعد كندخلوه للثلاجه ليله كامله حتى كيبرد مزيان. كيف كتشوفوا انا هنا من بعد ما خرجته من الثلاجه خليته فيها ليله كامله جاني بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا جا رائع بزاف هكذا. وصافي كنقطعوه هكذا من الوسط وكنبدا نقطع فيه هكذا شرائح رفيعه هكذا بهذا الشكل هذا. كتقطعوه نتوما هكذايا كيف بغيتو. كيف كتشوفوا كيتقطع معنا وكيجي فيه هذاك الزيتون من الوسط مزينو وكيجي حتى في المذاق زوين. وصافي هذا هو الشكل ديال الكاشير ديالي من بعد ما تيوجد كيجينا بهذا الشكل هذا كيجي رائع كيف كتشوفوا حتى في الشكل وفي المذاق كيجي اروع كيجي لذيذ بزاف احسن من الجاهز كاع كيجينا زوين بزاف. نتمنى تجربوه ويعجبكم. وصافي هكذا كنكونوا كنقطعوه اولا كنخليوه وكنديروه في شي بواطه وكنحتفظوا به في الثلاجه. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس للتوصل دائما بالجديد. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.